أهلا بيكم معايا، والنهاردة أنا حابة إن أنا أتكلم عن الانتقام. آم، دايما كانت المسلسلات والأفلام والقصص اللي هي فيها الانتقام زي أمير الدهاء وأمير الانتقام. كانت دايما من الأفلام الناجحة جدا. السيدة نادية الجندي كانت بتقدم أفلام فيها انتقام. آم، التيمة دي عموما من التيمات اللي هي الشعب بيتعاطى معاها جامد، والناس بتلاقي نفسها جامد فيها. يمكن لان هي ما قدرتش ان هي تاخد حقها، فكأن المسلسل لما البطل بيقوم في المسلسل بدور ان هو بياخد حقه من اللي ظلموه، خاصة ان هو صغير او كده، هو فالناس كأنها بتشفي غليلها من الآلام أو الترومات اللي عندها عن طريق البطل بتاع الفيلم أو بتاع القصة أو بتاع المسلسل. امبارح انا كنت قاعده كده في قاعده مع الجيران، وكان في بنوته، يعني مش بنوته قوي، يعني في اواخر الثلاثينات، وصاحبه بنت صح يعني جارتي. وكنا قاعدين، وبعدين هي كانت بتحكي، كانت بتعيط وكانت متألمة جدا. في ايه يا ماما؟ خير، اللهم اجعله خير. جوزها اتجوز عليها من فترة وهي ما كانتش تعرف، بس هي كانت شاكة. والست الجديدة بدأت إن هي تقول يعني زي كأنها بتعمل لها أعمال أو حاجات من الحاجات دي كلها. فعلاقتها بجوزها ساءت، وبعدين اكتشفت فعلا إن هو متجوز، فأصرت على الطلاق واتطلقت. ودلوقتي هي عايشة في طاقة الغضب وطاقة الحزن وطاقة إن هي يعني عايزة تشفي غليلها، بس مش عارفة إزاي. آم، هي طبعا في النص يعني بتحكي عنه ان هو يعني لا حول لي ولا قوة، لان هو زي ما بتقول الست التانية عامله له اعمال او سحر او كده هو. فانا بقول لها طب يعني قبل الست دي يعني كان سلوكه يعني كومبليتلي مستقيم يعني؟ قالت لي يعني زي بقيه الرجاله ليه حاجات كده وحاجات كده هو. فاذا الزوج كان عنده سوابق بس على خفيف يعني. بس معنى كده هو ان الست دي مش هي السبب، هو النوعيه بتاعت الزوج ده ما كانتش يعني منضبطه تماما. تاني حاجة يعني بتحكي بقى ان هي قد ايه خدته، هو كان على قد حاله، وازاي خدته ووقفت جنبه، وبعدين اهلها ما كانوش عايزين عشان فرق المستوى الاجتماعي. وبعد كده هو ازاي هي وقفت جنبه، وازاي ان اهله كانوا مستغلين ليه، وهي كانت بتشتغل وبتساهم بكل اموالها وكانت بتبقى شايفاه مستنزف من الاخرين، لكن هي الوحيده اللي كانت سبورت ليه وكل دوا. فهل ده يبقى جزائها؟ هي عندها ولد صغير تقريبا عنده 9 او 10 سنين، حاجه زي كده هو. المهم فبتحكي، وبعدين بقول لها طب يعني اكيد ده درس لينا، يعني شوفي الدرس ده عايز يقول لك ايه. قالت لي اه، ما انا بدات اتقرب الى ربنا، وبدات ان انا يعني ادعي ربنا، ربنا ياخد لي من حق منها مني، يعني ياخد لي حقي منها، ربنا ينتقم منها. ويعيني يعني عندها طاقة غضب غير عادية، أكيد طبعا مبررة بالنسبة لي. وفي نفس الوقت هي صعبان عليها طليقها دلوقتي اللي هو أبو ابنها، لأنه تحت تأثير الست دي. في نفس الوقت يعني معاملته مع ابنه ما هياش قد كده، هو ما هياش أحسن حاجة. بيصرف عليه، بس يعني الله أعلم بقى الست التانية هتعمل إيه فيه. بتقولي بس انا عايزاه يبقى كويس علشان الولد ابني وكده هو، يبقى عنده يعني اب كويس وكده هو. والست اللي ضحكت عليه دي يعني سمعتها مش قد كده، فعشان سمعة ابو ابني. فانا يعني استشفيت من كل ده ان هي كل غضبها منصب على الست، لكن هي سايبه الراجل. دي أول حاجة. تاني حاجة التقرب إلى الله، اللي هي فهمته إن هي هتدعي وتصلي وتقرب من ربنا، لكن يعني بغرض إن هو ياخد حقها منه أو من الست التانية.
فانا يعني بعد طبعا ما اتكلمت وخرجت كل الانرجي اللي جواها والعياط حبيبتي وحاجات كتيره قوي وانا كنت حاسه بيها لان الغيره نار يعني. فمهم ايه، فقلت لها انت عارفه ان يعني ان انت ظلمتي نفسك لما انت اديتي له زياده عن اللزوم و... وانت واحده ست، فالست المفروض ان هي يا جماعه تستقبل، مش ان هي تدي في الناحيه الماديه عموما. يعني انت مثلا تديني خضار انا اعمل لك طبخه، انت تديني مثلا شقه انا عملت لك بيت جميل، لكن انا الروح، لكن مش انا اللي بوجد الماديات، مش انا اللي بساعد في الماديات. فهي طلعت من الطاقه بتاعتها وبدات ان هي تضحي وتدي من الماديات بتاعتها، ودي طاقه ذكوريه مش طاقه انثويه. ظلمت نفسها لما هي هو كان متحكم فيها حتى في طريقة شغلها وتشتغل ايه والساعة كام، رغم ان هي كان شغلها يعني قوي جدا يمكن اقوى منه وبتدر ربح اكبر، بس كان في غيرة برضو منها. فحجمها في شغلها، فبقت ما بتشتغلش قوي زي الاول، فبدات ان هي حتى الدخل بتاعها يقل شويه بشويه، وكانت بتسمع بقى كلامه لان هو الزوج وهي بتحبه وكل الحاجات دي كلها. وطبعا هي خلفت ابنها في النص، فطبعا ما كانش يعني ايه في وقت قوي، فقالت اوكي يعني ده جه مع دوا. فهي النهارده اول حاجه ان هي ساهمت بالمساهمه مش اللي المفروض تساهم بيها، يعني هي المفروض تساهم ان هي ترعى البيت، لكن مش ان هي تساهم مساهمات ماديه اساسا وتطغى على دور الراجل. دي حاجه. تاني حاجه زوجها، هي يعني واضح ان هو سلوكه زي ما قلت هو مش منضبط قوي قوي، بس دي بقى الست التانية دي كانت اشطر واحده بقى اللي هي عرفت ايه تاخده يعني ايه منها خالص يعني. آم، التقرب الى الله يا جماعه لما بيحصل حاجه زي كده هو مش ان انا يعني بدعي ان ربنا يعني ياخد لي حقي. التقرب الى الله ان انا ابدا ان انا اراعي نفسي، ابدا ان انا ابص لحياتي. في ايات في القران بتقول ان الشيطان بيعيدنا بالفقر وبالخوف وبالحزن والهم. فلما نيجي نشوف الطاقة اللي هي عايشة فيها هي طاقة الغضب، نار. الست التانية عارفة ان هي بتبص على الاكاونت بتاعها، فقاعدة عمالة تغيظها اكتر. هي بتتتبع اخبارها عموما. ف... فكأن الاتنين هي والست التانية قاعدين بيأججوا نار بعديهم. أنا دلوقتي مش بتكلم في مين صح ومين غلط، خلاص انا مش بتكلم خالص في مين صح ومين غلط. انا بتكلم دلوقتي ان في نار في النص. الست اللي خطفت جوزها قاعده عماله تغيظها، والتانية قاعدة عمالة مثلا تنشر صورها ان هي فائت وان هي حلوة وان هي مش عارفة ايه وكل الحاجات دي كلها. بس الجمال اللي هي بتظهره ده مش حقيقي بالنسبة للعياط والحزن والطاقة اللي جواها. فهي كأنها بتغذي طاقة الست دي، والست دي قاعدة عمالة تغذي طاقتها. الاتنين قاعدين يحاربوا حرب خفية حتى بعد المعركة ما انتهت لصالح الست التانية. انا قلت لها لو انت حابة ان انت تنتقمي، انتقمي بطريقة ذكية، الا وهي ما تبقيش رد فعل للست التانية. اقفلي الاكونت بتاعك او اعملي بلوك ليها، ما تشوفيش اي حاجة خالص. خليها هي ما يبقاش عندها ال 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 يعني تطفي الاكشن بتاعها، وانتي ما تكونيش رياكشن، انتي ما تكونيش مفعول به ليها. فهي لما تأجج حاجة ومفيش حطب يشعل القصة دي، هي نارها هتنطفي. ولما نارها تطفي هتبقى متغاظة اكتر على فكرة. هي خلاص فاكرة نفسها ان هي انتصرت وخدت الراجل، very good for her، لكن هي اساسا دلوقتي هيبقى الراجل ده مش حلو قوي في عينيها، لان كان حلو لما هي كانت عايزاه، لما هي كانت بتتنافس، لما هي كانت زعلانة ان هي خسرته. فلما هي تقفل الباب دوا، فالتانية اوريدي خلاص الطاقة اللي هي بتشحن بيها الأخرى هتنطفي، لأن مفيش ما يعززها من طرف البنت دي. دي حاجة.
تاني حاجة، تخيلوا يا جماعة إن أنا عايشة طول الوقت في طاقة الغضب وطاقة الانتقام، وإمتى ربنا هياخد لي حقي؟ يعني أنا معطلة نفسي ومعطلة دنيتي كلها علشان اللحظة دي. طب يعني التانيين عايشين ورايحين وجايين ومتهنيين، وأنا الوحيدة اللي ساجنة نفسي في قفص إن أنا إمتى الراجل ده أو الست دي يحصل لهم حاجة، أشوف فيهم يوم. طب ما انا كده حياتي وقفت، حياتي ماتت يعتبر. فهل ده انتقام؟ بالعكس، انا الاخرين لما يعرفوا ان انا حياتي اتدمرت بسببهم هيبقوا اكثر فرحة، خاصة ان هم زي ما هي بتوصفهم ان هي شريرة، ست شريرة. فانا كده كأني بدي الفرصة للست الشريرة. انا قلت لها حبيبتي يعني اغضبي، ازعلي، احزني، خدي الوقت بتاعك الكافي. بعد كده هو اهدي وابدأي فكري انا ليه جالي كل السيتويشن دوا. لان انا ظالمه نفسي في حاجات، لان انا يعني اهدرت حقي، اهدرت نفسي، حقوق ليا ما كنتش بطالب بيها، كنت بسكت. كل الحاجات دي كلها خلت القصه دي تجيلي. فانا ببدا اخد الملف بتاعي في ايديا، انا اللي عندي التحكم، انا اللي هبني حياتي، انا هبقى ناجحه. انا هحاول كل يوم الصبحيه اكتب، او من بالليل قبلها اكتب انا ازاي افرحك يا فلانه، انا ازاي اسعدك، انا ازاي. تخيلوا يا جماعه ان احنا لما بنحب حد قد ايه ان احنا بنكرمه وبنخدمه وبنبقى عايزين نضحي بانفسنا علشانه. طب تخيلوا ان اللي احنا عايزين نضحي بانفسنا علشانه ده هو احنا. يعني اي اكله انت كنت بتعمليها حلوه لخطيبك او لطليقك اللي خلاص سابك اساسا، اعملي الاكله الحلوه دي ليكي انت. ابدأي اعتني بنفسك انتي. ابدأي شوفي حاجات، كورسات كنت عايزة تاخديها، شغل كان نفسك تعمليه وهو كان قالك لا حجمك في في حيز معين، وانتي كنتي مش يعني مش قادرة تفلفصي لانك بتحبيه. بتسمعي بقى الكلام وحاجات كتيرة وكده كده زي ما قلت لكم، هي كان عندها طفل فعشان كده هي ما قدرتش قوي ان هي تعارض كتير، لكن كان هو مش مشجع اي خطوة نجاح او اي خطوة فيها طفره ليها. فقلت لها خلاص دلوقتي جالك الوقت ان انت تبداي ان انت تستعيدي نفسك، تبداي ان انت تنطلقي زي ما انت كنت عايزه. مفيش حاجه دلوقتي موقفاكي، انت لسه صغيره. ربنا يا رب يسهل لك وتتعرفي بعد كده هو على انسان يحترمك اكتر، ما يبقاش عنده الهفوات. هفوات ايه؟ لا مفيش حاجه اسمها هفوات. هو في حد لا اما منضبط لا اما مش منضبط، فاهمني؟ فحسيت امبارح ان الانتقام اللي الانسان يعمله هو ان هو يعتني بنفسه، هو ان هو ينسى الماضي. انا من الناس اللي هي لا بتعرف تنتقم ولا بتعرف تشمت في الناس، ما بعرفش. دايما عندي تعاطف شديد مع الناس، ودايما ابص هم ليه عملوا كده، هو واكيد ظروفهم خلتهم مش عارفه إيه بالطريقه دي، واكيد مش عارفه ايه وكده. كل يمكن الانتقام بتاعي ان انا بمشي واسيب خلاص القصه، او ان انا اعمل اي يعني حد بلوك من حياتي. خلاص هي دي بالنسبه لي اقصى انتقام انا ممكن انتقمه. لكن انا بعد كده هو بقول معها ده كان محطه من محطات حياتي، وانا خلاص المحطه دي اتعلمت منها الدرس، فهمت الدنيا فيها ايه. المحطه دي قلت لها امبارح المحطه دي جابت لك ابن زي القمر، انت بتحبيه، عندك سبب في الحياه تصحي من الصبحيه علشانه. طبعا مش عايزه اقول لكم ان هي في وسط هذا الحزن والاكتئاب مش قادره ان هي تراعي ابنها. الولد طبعا حاسس ان في حاجه كبيره حصلت من جهه ابوه من جهه امه، مش عارف كل الملابسات لانه صغير، لكن كمان في الاخر هو مره واحده الاعتناء اللي كان في البيت بيه يعني مش لاقيه، من ام حزينه عندها اكتئاب مش قادره تراعيه، واب خلاص ما بقاش موجود وبيشوفه كل حين ومين يسلم عليه وخلاص كده، لكن ما فيش العيشه بتاعت زمان بالنسبه للطفل. فقلت لها المحطه اللي انت مريتي بيها دي هي محطه جابت لك ابن جميل، انت بتصحي الصبحيه علشانه، بيديكي دافع ان انت تنجحي. ما تخافيش ان اللي قدامك
يعني هي تأثر على ابو الولد وما ما تدلوش يعني المصاريف بتاعته او كده، لان الرزاق هو ربنا. لو انا بقول ان انا بدأت ان انا اقرب لربنا اكتر، فانا هبقى عارفة ان الرزاق هو الله. تاني حاجة، انت بتشتغلي، هي ما شاء الله واضح جدا ان هي very smart، ويعني وحد كده حيوي وحد نشيط، وفعلا يعني بنت ما شاء الله عليها، يعني أميرة الأمراء يعني زي ما بيقولوا. واضح ان هي بنت ناس كمان. فقلت لها يا بنتي حرام الطاقة دي كلها تهدريها في القصص الانتقامية. أنا لما بيبقى عندي أي حد ظلمني أو يعني جه عليا أو كده، هو مجرد إن أنا ببعد، مجرد إن أنا مثلا بعمل بلوك وببدأ أفوق لحياتي وكأنها محطة خلصت وخلاص. أنا عايزة أقول لكم لما بشوف الشخصيات دي بعد كده هو في حياتي، هي نفسها اللي بتبقى متغاظة مني. ليه؟ لأن أنا مش عايشة في وعي الضحية، لأن أنا مش عايشة لسه بتباكى هو مين اللي ساب التاني، أنا اللي سبته ولا هو اللي سابني. مش قاعدة أنا في طاقة إمتى ربنا هيوريني فيهم يوم. لأ، أنا حياتي بتمشي، حياتي بتستأنف يعني القطر بيستأنف المحطات بتاعته التالية. عندي حركة، عندي حيوية، عندي سفر، عندي دراسة، عندي حاجات كتيرة بعملها. فاللي قدامي كده بيبص لي كل ايه ده، هي متأثرتش، هي مش زعلانة. لا، زعلت شوية وبعد كده خلاص خلصت. اللي بعده بقى يعني الاحداث اللي بعدها يا جماعه، الدنيا ربنا بيحرك فيها تيار الحياه اقوى مننا بكتير. ياما راح ناس عزيزه علينا اساسا، والدنيا لازم تستمر زي ما بيقولوا. فاستمرار الحياه ده من الايمان. الشيطان زي ما قلت لكم عايزنا نبقى قاعدين في خوف، وقاعدين في غم وهم، وقاعدين طاقة الغضب تاكلنا. لا 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 لا، انا ما اسمحش لنفسي ان انا ابقى وقود لنار غيري بيقيدها عشان تحرقني. انا بطفي النار دي عن طريق ان انا ما بيبقاليش رد فعل. خلاص انا بنهي خلاص البينج بونج اللي رايح جاي ما بيني وما بين الست التانية. خلاص خلصت، هنيالك بالعترة، وانا ابدا ابص لحياتي. وربنا يعني الكون فيه وفرة غير عادية ان هو يرزقني بحاجات كتيرة مادية وبني ادمين وزوج تاني صالح، حاجات كتيرة قوي. الكون غني جدا جدا جدا، اغنى مما احنا نتصور. لكن لازم ان احنا نفضي مساحات زي ما قلت لكم قبل كده هو في حياتنا. المساحة بتاعت الزوج القديم او اللي خلاص بقى طليقها، تفضي المساحة بتاعته، تتطهر من الجرح بتاعها. انا ما قلتلهاش ان هي مرة واحدة تنسى، لا، من حقها طبعا، لان دي فاجعة كبيرة جدا. من حقها ان هي تزعل، من حقها ان هي تكتئب، لكن لازم في النهاية to go on، لان ده هو الانتقام الحقيقي. لو حد بيحب ينتقم، انا الصراحه مش من هواة الانتقام، لكن انا شفت بان انا بتحرك في الحياه بعد القصص. اي حد ظلمني اي مكان، يعني بنت او ولد او whatever، يعني لما انا بتحرك في الحياه وبنسى اللي فات ده خلاص وبحطه ورا ظهري، ده بجد والله العظيم هو احلى انتقام انت ممكن تعمله للي قدامك. وانت ما بتبقاش اساسا عايز تنتقم، يعني انت بتبقى ماشي كده في حالك كده هو، وشايف الناس بتحس طبعا بالطاقه بتاعتهم ان هم يعني غيرانين متضايقين. ايه ده، هي بقت كويسه تاني كده على طول؟ ايه ده، هي مش عارفه كانت ايه كده بسرعه، مش بسرعه بس خلاص الدنيا بتستمر. يعني كل ما احنا يا جماعه بنسير في حركة الحياة وبنشوف إيه اللي جاي بكرة، ويبقى عندنا أمل. كل الحاجات دي كلها بتولد، مش عايزة أقول لكم انتقام شديد لو أنتم من يعني الناس اللي بتتبنى هذه القضايا. لكن أنا الصراحة ما بحبش الانتقام، ما بحبش الشماتة، ما بقدرش أشمت في أي شخص، مش عشان أنا حد صالح أو كده، هي دي الطبيعة اللي أنا اتخلقت بيها من وأنا صغيرة. ما أحبش يعني أنا لو شفت أي حد كان عدو ليا عنده يعني مشكلة أو
ما بقاش عايزه اشوفه حتى عشان ما يقولش مها شمتانه فيا، عشان حتى ما يتكسفش من نفسه. دي طبيعتي انا، مش قادره اغيرها. وكتير كنت قلت مها انت كنت المفروض تقولي كذا، المفروض مش عارفه تعملي ايه، اقول لا خلاص انا مش قادره، ما اقدرش اجرح حد، ما اقدرش اضايق حد عمدا. يعني ممكن اكون بضايق ناس غير متعمده، لكن ان انا عمدا اضايق حد او كده، هو دي انا الصراحه يعني مش بقدر عليها قوي نفسيا. لكن زي ما بقول لكم، مجرد ان الواحد ينتبه لنفسه ويبدا يحب نفسه، هو ده اعظم شفاء لنفسنا، اعظم تحرر من سجن الانتقام والغيره والنار اللي مشتعله. اكبر انتقام، لو انا يعني بحب الانتقام للشخص اللي اذاني، ان هو يشوفني، بس مش يشوفني كويسه، بس مش يشوفني وانا كويسه كده وكده بمثل علشان اديله الانطباع ان انا كويسه ومفيش حاجه همماني. لا لا لا، انا فعلا بكون كويسه، فعلا بكون اساسا يعني في طاقه جميله جدا. الحياه ما بتقفش على حد يا جماعه. هما دول كانوا كلمتين مش ونص بتوع النهارده. لو الفيديو عجبكم ارجو ان انتوا تعملوا لي لايك، كومنت لطيف، ولو ما اشتركتوش في القناه تشتركوا. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير. باي باي.